21 يوم بلا عادة سرية وبلا أفلام إباحية. هذا الفيديو ما غاديش يكون فايت 5 دقائق، واللي غادي نلخص فيه كلشي في مدة قصيرة باش بلا ما نطول الفيديو وكلشي يستافد. وهذا الشيء اللي غادي نقول يقدر يبدل لك حياتك كاملة. لا تفرج الفيديو ثانية بثانية، حيت 5 دقائق راه في الساعة كتفوت، ولكن نسبة المعلومات اللي غادي تدي في هذا النهار وفي هذا الفيديو كبيرة بزاف. غادي نقول لك فيها شنو غيوقع لك الا قطعتي العادة السرية لمدة 21 يوم، وشنو هي أضرار الإباحية إلى آخره. المهم ما تنساش معاك واحد لايك واشترك في القناة ونبديو. اولا ملي كتوقف العاده السريه كتعزز الانتاج نتاعك وكيزيد العطاء ديالك في الحياه، وغادي تحس بواحد النشاط اللي في الشكل، والطاقه ديالك غادي تبدي تزاد شويه بشويه. وغادي تلاحظ هذا الشيء، واكدت التقارير ان هذا الشيء اللي غادي يصرى لك بسبب واحد الدفعه نفسيه وايجابيه. وغير باش تعرفوا علاش هذا الادمان كيجي كل مره بسبب واحد الشيء اللي سميتو النفاض. اذا شنو هو هذا النفاض؟ ملي كتقرا وفي الاخر كدوز الامتحان وكتجيب واحد النقطه اللي زوينه كتحس بواحد الاحساس زوين. وملي كتكون في الخدمه وفي الاخر كتمشي دير شي خرجه ولا كتساليها بشي تفريجه في شي فيلم كتحس حتى بواحد الاحساس زوين. وملي كتهز التليفون ديالك وكتدخل تفرج في الافلام الاباحيه وكتزيد تمارس العاده السريه، حتى هي كتحس بواحد الاحساس زوين. ولكن الافلام الاباحيه شي حاجه اللي سهله، يعني مثلا انت باش تجيب نقطه خاصك تبقى تقرا وتنوض بكري وتدخل عاد باش تجيب واحد النقطه اللي زوينه وتاخذ المكافاه ديالك. ولكن الافلام الاباحيه ها انت خديتي التليفون ديالك وبكليك وحده خديتي المكافاه ديالك. دابا تخيل معايا غير بكليك وحده تولي تجيب مزيان في القرايه، ولا بكليك وحده تربي فورمه زوينه. غادي دير شي حاجه؟ لا، هذه حاجه باينه. اذا انت ولا انت دابا كتدخل موقع اباحي وكتمارس العاده السريه، كتكون خديت اكبر مكافاه بضغطه زر وحده واللي هي الجنس. وهذا الشيء هو اللي كيخلي الموتيفاسيون باش دير شي حاجه اخرى ما كايناش، وهذا الشيء بسبب الدوبامين. ولفتي راسك دير شي حاجه بالزربه وعقلك تبرمج اوتوماتيك. الساهل ولا كيبان لك صعيب؟ علاش؟ حيت ولفتي بكليك تاخذ اي حاجه بغيتي. كما قلت في الاول، انا دابا كنلخص لكم كلشي، ما بغيتش نتعمق بزاف في مفهوم الدوبامين اللي غادي نعطيكم عليه فكره بالزربه. هذا الهرمون هو المسؤول على المكافآت. يعني انت علاش كتقرا؟ على حاجه وحده وهي النتيجه. يعني المكافاه ديالك هي شحال غادي تدي، وهو اللي كيخليك كتخدم وكتقاتل على الحلم ديالك باش توصل للنتيجه اللي باغي. المهم نتمنى تكون فهمتوا هذا الهرمون. دابا نفوتوا للحاجه المهمه، وهي شنو غادي يوقع لك الا حبستي العاده السريه لمده 21 يوم. اولا القوه ديالك اللي كانت عندك قبل ما تبدي تمارس العاده السريه غادي تبدي ترجع، وغادي تحس بواحد القوه والطاقه زائد الحريه والذاكره غادي تبدي تولي كما كانت، حيت ممارسه العاده السريه كتؤدي الى فقدان الذاكره. كما انك غادي تخلص من داك الشعور اللي كيجيك نتاع الذنب منين كتمارس العاده السريه، وغادي تولي عندك واحد الطاقه اللي كبيره حيت شحال هادي ما حسيت بها. والعجز ما غاديش يبقى، غادي تبدي ترجع لحياتك الطبيعيه شويه بشويه، وحتى النور غادي يولي يبان في وجهك، حيت العاده السريه راه هي اكبر مدمر اللي يقدر يخرج لك على حياتك وانت ما عايق بوالو. دابا كيفاش نحبس العاده السريه؟ اوكي، اول حاجه خصنا نعرفوها هي كيفاش كطيح في بالنا نمارسوا هذه العاده. منين ما كيكون عندنا ما يدار، يعني مثاليين كيجي عندك الشيطان وكيقول لك مارس العاده السريه، مهم وانت كتجيك ديك الشهوه وكتقضي الغرض. ديما عمر وقتكم وتالجتكم الفكره في راسكم، نوضوا غسلوا وجهكم ولا توضاو. المهم هذا التحدي ديروه بين عينيكم وحياتكم غادي تولي في الطريق الصحيح. واخر حاجه اللي نقدر نقول لك خويا اختي، راه العاده السريه غير لحظيه، دقيقه زوج كاع 5 دقائق. انت اصاحبي تضيع حياتك على 5 دقائق؟ نتمنى الكل يبعد منها وماشي غير جات وتحرمت هذه العاده، لان فيها بزاف ديال الاضرار الصحيه والنفسيه على حياه الشخص. المهم سالينا هذا الفيديو، وما تنساوش معكم واحد لايك واشتركوا في القناه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.